ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. انا رفعت حيدر طالب في طب الاسنان، وفي فيديو النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا ومنتشر جدا، ولكن للاسف برغم انتشاره فهو بيهمل عاده، وهو عن الامبوستر سيندروم او برضه بنقول عليه متلازمه المحتال. مبدئيا كده وقبل اي حاجه خليني اعرفكم ايه هو الامبوستر سيندروم او متلازمه المحتال. الامبوستر سيندروم ده بيبقى عباره عن نمط نفسي، ولما بيصيب البني ادم الشخص ده بيبدا يحس انه حرفيا ملوش لازمه، انه مضطهد، ان كل انجازاته اللي عملها في حياته هو ما يستحقهاش، وانها ماشيه معاه كده بالحظوظ. واهم صفه في مش هقول عليه مرض، بس اهم صفه في الامبوستر سيندروم ده هو فكره الخوف الدائم والشديد. الخوف ده بيبقى الخوف من الناس اللي حواليك، انك تبقى حاسس ان هم شايفينك مش منتمي اليهم، او من الاخر كده المكان ده مش مكانك، واللي انت وصلت له ده انت ما تستحقوش خالص. من اهم الحاجات اللي خلتني انا اتكلم عن الموضوع ده بالذات بعد ما قريت عنه هو ان انا لاحظت ان الموضوع ده منتشر جدا في كلية طب الاسنان. وعلى فكرة مش شرط انك تبقى لسه بادئ الكلية، لا، في ناس عدت سنة وسنتين وثلاثة واربعة وخمسة وهم فجأة لقوا نفسهم مش حاسين ان ده مكانهم. وده فعلا حاجة حصلت قدام عيني. كان في طالب قبل كده في سنة خمسة، كان لسه السنة اللي فاتت، راح للعميد. هو في سنة خمسة راح للعميد وبيقول له دكتور أنا والله عايز أنقل من الكلية. ليه يا حبيبي؟ إيه اللي حصل؟ أصل أنا حاسس إن المكان ده مش مكاني، وأنا مش هفلح في الكلية دي، وأنا دخلتها غلط ومعرفش إيه والكلام ده كله. بعد 5 سنين من مشوار كفاح وتعب وصعوبات، في الآخر قدر برضه إنه يقع في نفس الفخ ده. وقيس على كده بقى ناس كتيرة جدا. ولكن اللي انا عايز اوصله من خلال الفيديو ده انه اولا انت مش لوحدك، وثانيا لو انت كان عندك افكار زي كده وانت مش عارف انا بفكر كده ليه، اديك عرفت ان ده اسمه الامبوستر سيندروم. طب هل هتعيش بيه طول عمرك؟ لا طبعا، في ليه حلول كتيرة جدا، والحلول دي هي اللي احنا هنتكلم عليها في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله. هنبدأ بالحل الأولاني، ودي بالنسبة لي أهم حاجة وبداية أي حل لأي مشكلة في الدنيا، مش بس المشكلة دي، هو إنك تقدر تكتشف وتقدر المشكلة نفسها. في ناس كتيرة للأسف بتبقى فاكرة إنها كبيرة عن الغلط، فبالتالي بيبقى دايما باي ديفولت كده، لا أنا مش غلطان، لا أنا زي الفل، لا أنا ما فانيش حاجة. يا جماعة مش عيب ولا غلط، بالعكس. زي ما قلت في فيديو قبل كده وهتشوفوه فوق هنا، تقدروا تتفرجوا عليه، ان في حاجه اسمها التصالح مع النفس. والتصالح مع النفس دي بتبقى مهاره مهمه جدا 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 في حياتك المهنيه والدراسيه والشخصيه. فاول حاجه لازم تبقى عارف كويس قوي ان اوكي في مشكله لازم تتعامل معاها. وانس انك وصلت للمرحله دي انت بكده شبه حليت نص المشكله. وانس انك قدرت توصل للمرحله دي وخلاص عرفنا وتاكدنا انه في مشكله وعايزين نحلها، هتبدا بقى تفكر من منظور اخر. يا جماعة السلبية في التفكير حاجة وحشة جدا، حاجة مش حلوة، وحاجة بتأذي البني آدم. مش بس كده، ممكن تخليك تعمل تصرفات وأفعال أنت هتندم عليها قوي قدام. فعشان كده لازم تبدأ تفكر بإيجابية أكتر من كده. خليك متفائل يا جماعة، تعلموا إزاي تبقوا متفائلين. يعني بالبلدي كده الأخطاء اللي أنت بتعملها حاول تاخدها وتتعلم منها. حاول تاخد الأخطاء دي وتقول لنفسك خلاص أنا غلطت فيها مرة مش هغلط فيها التانية. خدها كطريقة إن أنت تتقدم للأمام وتتطور. ما تاخدش الأخطاء دي كسبب أو دليل على فشلك، أو تيجي شماعة تعلق عليها إحباطك وإن أنت مش عايز تكمل وتفضل سايق في الموضوع الوقت ده كله. يا جماعة الغلطات شيء طبيعي جدا وأساس أي بني آدم ناجح في الدنيا دي. اغلط، بس الشاطر هو اللي يتعلم من غلطه، هو اللي يحول غلطه ده لحاجة إيجابية يقدر يستفيد منها. تالت حاجة، ودي حاجة الناس مش بتعملها قوي بس بتفرق جامد، وهي إنك حاول تكافئ نفسك لما تعمل حاجة حلوة. يعني مثلا النهاردة عدى وإنت حاسس إنك عملت إنجاز كبير قوي في المذاكرة، كنت ناوي تذاكر درس لقيت نفسك ذاكرت درسين أو 3. مش غلط إنك تكافئ نفسك. طبعا المكافأة بتفرق من واحد للتاني. يعني أنا شخصيا مكافئتي، انا بحب اكل شوكولاته مثلا، ادلع نفسي واكل شوكولاته، وهي دي مكافئتي انا شخصيا، او ده اللي بيرضيني، هو ده اللي بحس ان انا كافئت نفسي. وطبعا كل ما الانجاز بيبقى اعلى، let's say مثلا درجاتكم حلوه معرفش ايه، يعني مفيش حاجه في بالي دلوقتي، بس let's say الانجازات كل ما بتعلى كل ما انت ممكن تكافئ نفسك اكتر واكتر.
بس خدوا بالكم يا جماعه، بلاش ده يبقى اسلوب حياتكم، بلاش تبقوا دايما معتمدين ان انا علشان اعمل الشيء الفلاني لازم يبقى قدامه مقابل، عشان للاسف الدنيا ما بتمشيش كده. ولكن ما يضرش انه كل فين وفين تحسس نفسك انه لا، انا عملت حاجه كويسه فانا استاهل ان انا اتكافئ على كده. دي من ضمن الحاجات اللي هتحفزك انك تكمل، وهتحفزك انه حلو الموضوع ده، خليني اعمل الصح تاني عشان اكافئ نفسي تاني. رابع حاجة، ودي حاجة للأسف أنا ما بقدرش أعملها شخصيا ولكن أنا أنصح بيها 100%، وهي إنك تنقي شخص أنت بتثق فيه وبترتاح له وبتحكي له مشاكلك وتحكي له همومك. يا جماعة هو لا غلط ولا عيب، وزي ما قلت لكم أنا غلطان إن أنا ما بعملش كده، بس أنا مش متعودتش إن أنا أعمل كده. ولكن أنا أي حد صديق صاحب حد من العيلة بيجي يتكلم معايا، أنا ببقى أول واحد أسمع له وبسمع له لحد الآخر. بصوا ساعات، ومش ساعات بصراحة، هو دايما الكلمة الحلوة بتريح اللي قدامك. لما تيجي تحكي لحد حاجة أو همك وهو يجي يقولك كلمة حلوة بس، تحس إنه ياه، أنا هموم الدنيا كلها اتشالت. ويا سلام بقى لو الحد ده واحد ناضج، واحد لافف وفاهم وعنده خبرة وقدر إنه يفيدك ويطلعك من المشكلة اللي أنت فيها دي، تبقى أحلى حاجة في الدنيا. فما تستهونوش بالموضوع ده، واللي عنده صاحب او اللي عنده عايز يكلم مامته باباه اخوه اخته، ياريت ما يترددش خالص، عشان في الاول في الاخر هي دي وظيفتنا في الحياه، ان احنا نساند بعض ونمشي بعض. خامس واخر نقطه في الفيديو بتاع النهارده، وده ممكن نعتبره بارت 1 علشان لسه في نقط كتيره جدا عايز اتكلم فيها، بس هيبقى في فيديو تاني ان شاء الله، وهو انك تحط اهداف لنفسك. برضو نفس الاهداف دي كنت قلتها في فيديو تاني قبل كده، اللي هو الفيديو اللي انا ظهرته من شويه. تمام، ليه بتحط اهداف لنفسك؟ بتحط اهداف لنفسك طبعا علشان منها تبقى بتحفز نفسك، انا عايز اشتغل عشان اوصل لحاجه معينه، ما تبقاش بتشتغل على لا شيء. وثانيا تبقى عارف ازاي تقيم نفسك او to monitor your performance. فمن الاخر كده حاول تحط اهداف لنفسك، يفضل انها تكون اهداف يوميه او اسبوعيه، وعلى اخر كل يوم او على اخر كل اسبوع تيجي كده تقعد مع نفسك وتشوف انا عملت ايه وما عملتش ايه، هل انا قدرت احقق الاهداف دي ولا ما قدرتش، وبالتالي تقدر تقيم هل انا بتقدم للامام ولا لا. لما تلاقي نفسك بتتقدم للامام تبدا تتكيف، إيه ده الموضوع ده حلو يا جماعه، هتبدا تحس باحساس حلو. الاحساس الحلو ده هو ده اللي هيخليك ايه، ماشي مستقيم، وهيخليك عايز اكتر واكتر واكتر، هيخليك طمعان، وده مش غلط. الطمع للنجاح يا جماعه مش غلط ما دام بشكل صحي طبعا، بس انا ازاي اطمح للنجاح، ازاي احرك نفسي لقدام، لازم يبقى لي هدف، لازم يبقى عندي طموح. حط هدفك، حط طموحك، امشي وراه، واول ما توصل له صدقني هتبقى عايز اكتر واكتر واكتر. فالاهداف دي حاجه مهمه جدا، واي نعم انا بنصح بالاهداف اليوميه او الاسبوعيه، بس ده لا يمنع خالص ان انت برضه تحط لنفسك اهداف على المدى الطويل. ليه؟ علشان تبقى برضه فاهم انت رايح لفين، يعني كأنك مثلا حاطط ديستنيشن على الجي بي اس، تبقى عارف انت عايز توصل لفين بعد ربع ساعة ولا بعد تلت ساعة. دي حاجة مهمة جدا، اكيد انت مش ماشي كده مش فاهم انت رايح فين ولا فاهم انت عايز ايه، ولكن في نفس الوقت انت هتاخدها ستيب باي ستيب، واحدة واحدة، علشان توصل للمكان اللي انت رايحه بأمان وبكل ايه، بكل سلاسة. فدي حاجة مهمة جدا يا جماعة، ويا ريت تبدأوا تعملوها. وبصراحة يا جماعة هو طبعا في نقط كتير أكتر من كده، ولكن أنا لما قريت عن الموضوع لقيت إن الخمس نقط دول اللي ممكن فعلا تستفيدوها مني، علشان دي الحاجات اللي أنا جربتها، فبالتالي ده اللي أنا أقدر أفيدكم فيه. ممكن طبعا أقول لكم على حاجات تانية، بس أنا حاسس إنه ما دام أنا ما جربتهوش فبلاش أفتي فيه. وبكده نبقى وصلنا لآخر الفيديو بتاعنا. ويا جماعة عايز أفكركم انه الثقة في النفس دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، وان شاء الله هبقى اعمل فيديو او عملته، لسه مش عارف بصراحة ترتيب الفيديوهات هيبقى ماشي ازاي، بس ان شاء الله هيكون في فيديو عن الثقة في النفس، ازاي تثق في نفسك وتكون شخصيتك، ومش عارف بالظبط العنوان هيبقى عامل ازاي يعني، بس هيبقى في فيديو بالموضوع ده ان شاء الله، وهحاول انا اربطه بكلية طب الاسنان. بس كده، اتمنى اني اكون فدتكم وجيت عليكم بالخير، واتمنى ان انتوا لو شايفين ايه نقط كان لازم ازودها تكتبوها لي تحت في الكومنتس، ولو مشيتوا على اي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها دي برضو اكتبوا لي تحت في الكومنتس وقولوا لي اثرت عليكم ازاي. واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام.